بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم. واليوم تحية خاصة لزملاء المهنة في الإعلام الرياضي عموما. طبعا اليوم العالمي للصحافة الرياضية، ونسأل الله موفور الصحة والعافية والترحم على كل الراحلين في وسطنا الإعلامي، والتوفيق والسداد للغابضين على الجمر في الإعلام الرياضي، وإن شاء الله مزيد من التوحد ومزيد من التجويد ومزيد من المهنية والمصداقية والعطاء الجيد لإعلاء شأن الرياضة دون مسك العصا من النص، وما أكثر السلبيات في الوسط الرياضي. وهذا دور الإعلام الرياضي كرغيب في إعمال مشرطه لعلاج كل هذه السلبيات. تحية للزملاء في اليوم العالمي للصحافة الرياضية. وطوالي المدخل بتاعنا في حاجات طبعا في الهلال، في المريخ، في الساحة نتناولها تباعا، لكن طبعا البداية الحتمية ما الحدث الذي يشغل أذهان العالم ويتابعه بكلياته ومتفاعل معه، كأس العالم وما أدراك ما كأس العالم، كندا وأمريكا والمكسيك، والتنافس الماراثوني كنا متوقعينه وحصل في دور 32 مباريات ماراثونية وقمة الإثارة. وطبعا الأحزان والأفراح هي موجودة، تأهل من تأهل لدور 16، ولكن داير أقول إنه هنالك كان وصول ساهل بالنسبة لفرنسا والبرازيل وأمريكا. دي الثلاثة منتخبات اللي قدرت تعبر سريع، في خاصة فرنسا قدمت ملامح فريق متكامل وفريق منتخب الأخطر كخط هجوم والأكثر تصنيفا حتى اللحظة كطرف حيكون في المباراة حسب توقعي الخاص. ونحن كأفارقة وكعرب بقدر سعادتنا بالكرة الأفريقية والعربية بوصوله في كأس العالم وعبوره لمرحلة دور 32 عديد من المنتخبات، الكونغو والسنغال وساحل العاج والجزائر ومصر والمغرب، بقدر سعادتنا بالمغرب بما قدمته وبما أهل للوصول إلى مرحلة دور 16. حزننا جدا هو السقوط بالدانة للكرة الأفريقية على شاكلة الكونغو أمام إنجلترا والسنغال أمام بلجيكا وساحل العاج قبلهم. سقوط نسميه سقوط بالزانة وسقوط وخروج أقرب للوضع الكارثي، وبيمثل صدمة حقيقية، لأنه إذا ما كانت أساسا المنتخبات عندها القدرة ما كان وصلت المرحلة دي، وإذا ما كان عندها القدرة والطموح اللي بيحزن إنه كل المنتخبات دي السنغال أو الكونغو أو ساحل العاج هي من بادرت بإحراز الهدف الأول في مبارياتها وتصل لمرحلة العقدة في كأس العالم دي ما بعد الدقيقة 85. كل المنتخبات دي المعادلة بتكون في الفترات دي 85 86. فكل المنتخبات دي رغم انها هي بتتقدم في مبارياتها امام منافسينا الاوروبيين الكبار، الانديه الكبيره المنافسه على شاكله بلجيكا امام السنغال والكونغو امام انجلترا، صراحه حاجه تحزن. وما يحزن اكثر هو المنتخب السنغالي اللي استطاع انه يتقدم بهدفين حتى الدقيقة 85 ومضيع مهرجان أهداف، وفي ظرف دقيقتين تتم معادلة الهدفين
وفي آخر أزمان المباراة يتلقى ركلة جزاء، هي صحيحة ولا ما صحيحة ده ما الموضوع، لأنك أنت تدفع الآن دفعت السنغال فاتورة التفريط في الأصل في هذه المباراة. وده بخلي الناس تقيف مع يعني هذه ظاهرة الكرة الأفريقية. ودي طبعا كانت عندنا يعني بنتكلم أهداف الدقائق في الأزمان الصعبة، منتخباتنا والديتنا واللاعب الأفريقي والفكر الأفريقي، رغم إنه الكرة الأفريقية في كأس العالم ده يعني ورت العالم إنه هناك في نقلة وقربت من المستوى العالمي، ولكن لا يزال فكر اللاعب، رغم انه اللاعبين ديل مشوا يحترفوا في دوريات اوروبيه وكده وكده وكده، يجب انه كانوا يطعموا من هذه السلبيات، ولكن في النهايه يعود الموضوع الى الاصل، الى البيئه اللي عايشينها اللاعبين ديل، الى الطريقه اللي بيتعاملوا معاه، الى الفكر، الى عدم التركيز، الى الاختلال في الادوار الوظيفيه وعدم الالتزام بها. حتى الكادر المدرب الافريقي اللي بيدير المنتخبات دي على شاكلة السنغال وخلافه هي ذات العقليه في التفاعل. ودونك مدرب السنغال اللي يعني خلط اوراق فريقه بالتغييرات في الشوطي المباراه واخلت بغعمهم، ليس يعني سادو ماني لوحده. انا احيي ساني ماني لانه قمه الادب والاحساس بانه هو تربى فقيرا وعايش، رغم انه من اغنياء اثرياء السنغال، ولكن رغم استبداله قعد رجل مؤدب وبعواطفه مع الفريق، وحتى بعد خروجه لا في تململ ولا كده. وده مثال لانضباط لاعب افريقي محب. ولكن حالة الفقر، رغم اللاعبين ديل اصبحوا اغنياء في احترافهم في الكرة الافريقية وخلافه، لكن تجي مثل هذه الاخطاء اللي دفعت فاتورة السنغال ودفعت قبل الكونغو ودفعت بعد ساحل العاج، ولا بد من مراجعة هذا الظرف. بالذات القصة بتاعت يعني الوضح تماما انه عقلية اللاعب الاوروبي في عدم الانهزام والاستسلام، رغم انه بيكونوا متخلفين لكن بيكون عندهم ثبات انفعالي وعندهم يعني ثقة في الذات وعندهم ثبات. شغل بلجيكا رغم انها خسرانة بهدفين ووصلت مرحلة انها قنعت، ولكن تاني جمعت قواه وبدت لغاية ما عادلت ولغاية ما حققت الفوز. العقلية بتاعت اللاعب الأوروبي هي الثبات والثقة بالذات، ويجب إنه الناس تتعلم من هذه الحتة. ده مرور سريع كأس العالم، وننتظر بقية الجولات يكتمل عقد الفرق ال 18 ال 16 لندخل في مرحلة أخرى. من الأخبار الغير سعيدة بالنسبة للهلال إنه هنالك في الآلة الإعلامية منذ الأمس كلام كثير جدا عن اقتراب نادي الزمالك مع التعاقد مع المدرب البرتغالي الاسكندر سانتوس اللي هو مدرب الجيش المغربي، ومشوا أبعد من ذلك إنهم يعني مرتب 75,000 دولار واثنين مساعدين، وبده معلومات إنه هو خلاص عقده مع الجيش انتهى امبارح، باقي له مباراة واحدة مع الجيش، وإنهم هم قطعوا شوط كبير جدا. بل أبعد من كده بيتكلموا عن يعني المدرب معتمد جمال اللي كان ماسك الزمالك، وبيفتكروا إنه يعني كمدرب وطني للزمالك قدم جهد كبير جدا للزمالك، ويجب إنه يمنح الثقة. دي الأصوات بتاعت كبار لاعبي الزمالك، ولكن مجلس الإدارة عنده رأي آخر، بيفتكر إنه يعني يقطع شوط كبير جدا مع المدرب الاسكندر سانتوس مدرب الجيش. وطبعا الهلال يعني رشعت الأخبار حتى في المنصة الهلال الإعلامية وفي كل الوسائط إنه الهلال خلاص حسم موضوعه مع الاسكندر سانتوس مدرب الجيش المغربي، وصح ربما تفاوض معه، لكن يعني لم يحسم الملف، لم يحسم بعد. والحديث الآن إنه هو يعني لما يخلص حبايبه، ولكن الآن برزت هذه المفاوضات، يبقى هو لا يزال المدرب حر. وخوفي كل الخوف إنه المدرب يتجه إلى الزمالك ويرجع الهلال يعني محل كثير مرة أخرى ليبحث عن بدائل، رغم إنه هو
في ملفات الهلال في حساباته مدرب بلجيكي ومدرب عربي خلاف سانتوس، ولكن يجب انه يحسم الموضوع عشان الهلال يريح ويرتاح. طيب انتخابات الهلال في 23 يوليو، تنظيم المجد الهلالي اللي هو بيمثل العمود الفقري للمجلس بيقول انه طبعا قلنا لغايه الان ما اعلن لستته، بيقول انه بعد 72 ساعه هيقدم القائمه بتاعته. هنالك جمله من المستغلين طرحوا نفسهم ومن حقهم انهم هم ترشحوا، اعلنوا ترشيحهم، واشرنا اولهم في الحلقه الماضيه عثمان الاحمر، الثاني ظهر اللي هو حسن محمد صالح، وعلى فكره هو كان عقيد الان اصبح لواء رقي وبرضه هو عمل لفترات. هنالك دكتور ابو كلابيش، هنالك خالد النقر، وعديد من الاسماء اللي بترى انها هي ممكن تخدم الهلال. يعني نقول انه زول يعني يمد كراعه قدر اللحافه، فاذا كان هو واثق من قدراته، وانا شخصيا تكلمت معه شخصيا اللي هم حسن وعثمان الاحمر، واكدوا انهم فعليا انهم هم ناويين للترشح ويمتلكوا القدرات. التوفيق لكل من يتقدم لخدمه الهلال، ودي الممارسه الديمقراطيه، واتمنى انه الان ما دار اقول تحصل توافقات او خلاف، والان في النهايه الممارسه الديمقراطيه تستمر. في المريخ المجلس، طبعا مجلس المريخ يعني دائما هو بيعمل بصمت، قليل الرئيس وكثير من اعضائه بيعملوا بالصمت بدون تصريحات. العمل متواصل في تدعيم الفريق، التأمين على المشاركة في بطولة سيكافا، النظر في معسكر خارجي في وجهتين تونس والقاهرة. هنالك ترتيبات على قدم وساق تجرى في القطاعات المريخية وفي إطار دائرة الكورة، والأعمال هي ماشية، ونقول كل التوفيق لأنديتنا وكل التوفيق للقائمين على أمرها. خلاص البطولة الأفريقية الانطلاقة بتاعتها تحددت يوم 4 سبتمبر 2026، ودي بمراحل الدور التمهيدي ووضع الجدول له، وهنالك يعني رصدت جوائز مالية كبيرة. نخلي الناس مع المدعى إلى أن يعني ينتهي سامر التصفيات في دور ال 32 ووصول كل المنتخبات لدور ال 16، لنبدأ مرحلة جديدة مع مدعى جديدة، مع مفاجآت جديدة، مع مدعة كرة القدم وأهدافها الرأسية والفجائية والتكتيكات العالية للمدربين، ومدعة كرة القدم في مونديال أمريكا، كندا، المكسيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.